بيبدأ الفيلم سنة 1947 وبنشوف كلب وهو باصص للسما، وفجأة سفينة فضائية بتنزل على الكلب ده، والبنت صاحبة الكلب اللي اسمها تارا شافت اللي حصل وهي مصدومة جدا. وبعد ما بيعدي سنين كتيرة بنشوف اتنين شباب من انجلترا وهم جايين فسحة في أمريكا، واحد منهم اسمه كليف وصاحبه اسمه جرام، وبياخدوا أوضة في فندق وبيأجروا شاحنة متنقلة عشان يلفوا بيها أمريكا، وبيحددوا على الخريطة الأماكن اللي هيزوروها في أمريكا هما الاتنين. وتاني يوم الصبح الشاحنة اللي هم مأجرينها بتوصل فعلا، وبياخدوا الشاحنة وبيبدأوا يلفوا بيها أمريكا فعلا وبيزوروا بيها أماكن كتير. وهم في الطريق بيستريحوا في حانة على الطريق وبيطلبوا آيس كريم، وبعدين كليف بيقوم عشان يدخل الحمام، وبيدخل اتنين شباب للحانة وهما بيهزروا، وجرام بيضحك على طريقة هزارهم لكن بيفتكروه بيتريق عليهم. وكليف بيخرج من الحمام وجرام بياخده وبيخرجوا من الحانة، لكن وهما بيتحركوا بالشاحنة بيخبطوا عربية الشباب دول بالغلط. وبعدين وهما في الطريق بيشوفوا عربية جاية وراهم فبيفتكروها عربية الشباب اللي لسه خابطينها دلوقتي، وبيجروا بسرعة بالشاحنة قبل ما العربية تحصلهم، لكن العربية بتعدي من جنبهم بسرعة شديدة جدا. وفجأة العربية بتنقلب قدامهم على الطريق، وهما بينزلوا يطمنوا على أصحاب العربية لكن مش بيلقوا حد في العربية. وفجأة بيظهر لهم كائن فضائي، وكليف بيغمى عليه أول ما بيشوفه، والكائن الفضائي بيقول لجرام إنه محتاج مساعدته، وجرام مصدوم جدا من اللي هو شايفه. والكائن الفضائي بيعرفه على نفسه، بيقول له انا اسمي بول ومحتاجك توصلني للمكان اللي انا رايحه ضروري عشان فيه ناس بتطاردني وانا هربان منهم. وبيشيلوا كليف عشان يرجعوه للشاحنة، فبيلقوا كليف عامل حمام على نفسه من الخوف، وفعلا بيتحركوا بالشاحنة بس بيكون جرام مقلق من الكائن الفضائي ومش مستوعب اللي بيحصل. وفي نفس الوقت بيكون فيه شخص اسمه زويل هو اللي بيطارد بول الكائن الفضائي، ولما بيوصل عند عربية بول المقلوبة مش بيلاقيها هناك، لكن بيلقى ميه على الارض مكان ما كليف عمل حمام على نفسه. وبيكلم الرئيسه بتاعته في الشغل وبيقول لها على اللي حصل وان احتمال في حد اخده معاه في الطريق. فالرئيسه بتاعته بتقول له انا هكلف اتنين من رجالتي يعملوا كمين على الطريق وانت خليك ماشي وراهم. وكليف بيفوق من الغيبوبه اللي هو فيها بيلقى الكائن الفضائي معاهم في العربيه، فبيهجم عليه وبيخنق فيه، لكن جرام بيهديه وبيقول له ما تخافش ده مش هيأذينا في حاجه. وبعدين بنشوف الاتنين اللي رئيسه زويل كلفتهم يعملوا كمين على الطريق، واحد منهم اسمه هاجارد والتاني اسمه اوريلي. واول ما بيشوفوا الكمين على الطريق بسرعه بول بيختفي خالص، وفعلا هاجارد بيوقفهم وبيستجوب فيهم، واوريلي بيفتش الشاحنه لكن مش بيلقى اي حاجه ملفته للانظار غير البنطلون اللي كليف كان لابسه لما عمل حمام على نفسه. ولما هاجارد بيلقاهم مجرد اتنين سياح بيتجولوا في امريكا بيسيبهم يمشوا عادي. وبعد ما بيتحركوا بالشاحنه بول بيظهر تاني قدامهم وبيسالوه انت عملت كده ازاي، فبيقول لهم انه عنده قدره انه بيقدر يختفي لما بيكتم نفسه. وبعدين زويل بيوصل عند الكمين وبيسال هاجارد واوريلي لو شافوا اي حاجه غريبه، فبيقولوا له مفيش غير شاحنه واحده اللي عدت علينا وما فيهاش غير اتنين سياح من انجلترا وبنطلون واحد فيهم كان مبلول. فزويل بيعرف ان هي دي الشاحنه اللي فيها بول، لكنه مش بيعرف هاجارد واوريلي انهم بيدوروا على كائن فضائي، وبيقول لهم يلا عشان نتحرك ورا الشاحنه دي بسرعه. وكليف وجرام وهما في الطريق بيتعرفوا على بول اكتر واكتر، والشاحنه وهي في الطريق بتخبط طائر، فبينزلوا يطمنوا على الطائر بيلقوه مات، لكن بول بيمسك الطائر وبيغمض عينه شويه وبيقدر انه يحيي الطائر ده من تاني، وهما مستغربين هو قدر يعمل كده ازاي، لكن بول بياكل الطائر وهما بيتصدموا جدا. وزويل بيكلم رئيسته في الشغل وبيقول لها ان بول ركب مع اتنين سياح من انجلترا، وبيكون هاجارد بيتصنت عليهم في اللاسلكي بتاع العربيه، وبيعرف انهم بيدوروا على كائن فضائي. وجرام بيبدا يرسم رسمه لبول، واثناء ما هو بيرسمه بيساله انت بتعرف تحيي اي حاجه ميته، فبول بيقوله انا ما بعرفش احيي غير الطيور بس، وما حاولتش اجرب الموضوع ده على بني ادمين لان الموضوع معقد شويه وممكن التلف يتنقل ليا واموت بداله. وبعدين بيضطروا يخيموا بالشاحنه في استراحه على الطريق مخصصة للتخييم، وبتيجي بنت لابسة نظارة غريبة اسمها روس وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم على القوانين وسعر التخييم لليلة الواحدة. وبعدين بيدخلوا يخيموا بالشاحنة، وروس بترجع لابوها صاحب المكان اللي اسمه باجز. وبالليل واثناء ما هما مخيمين في المكان ده كليف بيسأل بول مش ناوي تقول لنا بقى انت بتعمل ايه هنا، فبيقول له السفينة بتاعتي وقعت على الارض وانا في رحلة علمية وفي طفلة صغيرة خرجتني من السفينة قبل ما تنفجر، لكن جه مجموعة من الناس وخدوني للتحقيق
الطريق، وسنين وانا محبوس عندهم لغاية ما قدرت اهرب منهم. وتاني يوم الصبح روز بتخبط عليهم وبتصحيهم من النوم، ولما بيفتحوا لها الباب روز بتدخل تتكلم معاهم جوه، لكنها بتكون رغاية جدا وبتتكلم كتير لغاية ما بول ما بقاش قادر يكتم نفسه اكتر من كده. فبيظهر قدامها وهي لما بتشوفه بتفقد الوعي على طول، وهما مش عارفين يعملوا ايه معاها. فبيقترحوا انهم ياخدوها معاهم ويبقوا يسيبوها على الطريق، لكن بيفتكروا ان جواز السفر بتاع كليف معاهم. فبول بيختفي تاني وبيدخل بيت باجز ابو روس عشان يدور على جواز السفر لغايه ما بيلاقيه فعلا، لكن بيظهر تاني وباجز بيشوفه واقف قدامه. فبيفتكروا عفريته بيمسك سلاح وبيجري وراه وبيضرب عليه نار، لكنهم بيتحركوا بالشاحنه بسرعه وباجز مش بيلحق الشاحنه بتاعتهم. لكن الرسمه بتاعت بول اللي جرام رسمها له بتقع من الشاحنه وباجز بيمسكها. وبعدين روز بتفوق من الغيبوبه اللي هي فيها وبتترعب جدا لما بتشوف بول وبتفتكره شيطان، وبتقعد تصلي على الارض وهي خايفه جدا. ولما بول ما بيعرفش يتفاهم معاها بيحط ايده على راسها وبينقل لها كل المعرفه اللي تخليها تتاكد انه مش شيطان. وبعدين زويل بيوصل للاستراحه بتاعت باجز، وباجز بيحكي له على كل حاجه حصلت معاه. لكن هاجارد بيصدم لما بيسمع باجز بيقول ان هو شاف شيطان لونه اخضر، وبيتاكد من الشكوك بتاعته اكتر لما بيلقى الرسمه بتاعت بول وهو بيفتش في البيت. وزويل بيقول لباجز ما تخافش هنرجع لك بنتك تاني. لكن بعد ما زويل بيمشي باجز بيسمعه في اللاسلكي وهو بيقول اهم حاجه نوصل للشاحنه بسرعه، ومش مهم نرجع بنت الراجل المجنون ده. فبيمسك سلاحه وبيخرج وراهم بسرعه. وبعدين روز بتنزل من الشاحنه عشان ترجع بيتها، وجرام بينزل وراها عشان يقنعها تكمل معاهم الرحله وانهم بيعملوا عمل خير، لغايه ما روز بتقتنع بكلامه وبتقرر ترجع للشاحنه وتكمل معاهم الرحله. وبول بيشكرها انها وافقت تساعده وبيعرض عليها ان هو كمان يساعدها. وبنكتشف ان النضاره الغريبه اللي روز لابساها تحتها عين بايظه، وبول بيحط ايده على عينها وبيقدر انه يرجع عينيها لطبيعتها تاني. وروز مش مصدقه ان عينها رجعت تشوف من جديد. وبعدين بيكملوا رحلتهم عادي، بس بعد فتره بيجوعوا فبيقترحوا انهم ينزلوا عند استراحه على الطريق عشان ياكلوا ويشربوا. وفعلا بيوصلوا عند استراحه، لكن بيكون هناك العربيه بتاعت الشخصين اللي هم خبطوها قبل كده. وروز وهي في الحانه الشابين دول بيرخموا عليها وبيضايقوها، فروز بتروح تستنجد بكليف وجرام، لكنهم بيتفاجئوا انهم اصحاب العربيه اللي خبطوها قبل كده وبيشتبكوا كلهم مع بعض في الحانه لغايه ما بيقدروا يخرجوا بره الحانه وبيجروا ناحيه الشاحنه بتاعتهم. والراجلين دول بيخرجوا وراهم وبيجروا وراهم، لكن بول بيفتح الباب وبيكشف لهم نفسه، وهم اول ما بيشوفوه بيفقدوا الوعي على طول. وبعدين بيتحركوا بالشاحنه بسرعه بيدخلوا في طريق فرعي، وبعد ما بيبعدوا عن الحانه بيركنوا الشاحنه في موقف الاتوبيسات وبينزلوا يستريحوا شويه على جنب. وزويل والرجاله اللي معاه بيوصلوا عند الحانه اللي اتخانقوا فيها، ولما زويل بيروح للاتنين اللي اتخانقوا معاهم بيلاقيهم مرعوبين وبيترعشوا ومش عارفين يتكلموا. لكن لما هاجارد بيوريهم صوره بول بيصرخوا من الخضه، فهاجارد بيتاكد ان شكوكه كانت صحيحه. وتاني يوم الصبح بيصحوا من النوم بيلقوا روز سابتهم وراحت تنام في الشاحنه، لكنهم بيتفاجئوا انهم عشان يروحوا للشاحنه لازم يعدوا الشارع وسط الناس، وبول مش هيعرف يتخفى لانه مش هيقدر يكتم نفسه المسافه دي كلها. فبيجيبوا له لبس وبيلبسوها عشان يعرفوا يعدوا به الشارع، لكن الناس برضه عماله تبص عليهم. وكليفي بيلقى متجر خاص بافلام الخيال العلمي والابطال الخارقين، وبيلقى هناك سيف كان نفسه يشتريه من زمان. فبيقترحوا ان جرام يروح يجيب الشاحنه لغايه ما هم يدخلوا يشتروا السيف. وفي نفس الوقت بيكون زويل بيدور عليهم في المدينه هو والرجاله بتاعته. وهاجارد بيقول لاوريلي انا متاكد ان زويل بيدور على كائن فضائي ومش عايز يقول لنا. وجرام بيروح لروس الشاحنه عشان يجيب الشاحنه، واوريلي بيدخل المتجر فجاه، لكن بول بيعمل نفسه من ضمن الديكور بتاع المتجر. لكن اوريلي بيحس انه حقيقي وبيقرب منه عشان يلمسه، فبيلاقيه حقيقي فعلا وبيخرج يقول لهاجارد ان الكائن الفضائي جوه. وهاجارد بيدخل بسرعه يدور عليه لغايه ما بيلاقيه بيضرب نار على بول وكليف. وجرام بيوصل بالشاحنه وبول وكليف بيجروا عليها وبيركبوا الشاحنه بسرعه وبيتحركوا بيها من المكان. وباجز ابو روز بيكون موجود في الشارع وبيشوفهم، فبسرعه بيركب عربيته وبيتحرك وراهم. وهاجارد واوريلي بيروحوا لزويل وبيقولوا له انهم شافوا الكائن الفضائي وانهم اتحركوا بالشاحنه في الطريق الغربي. لكن لما زويل بيعرف انهم عرفوا موضوع الكائن الفضائي بيقول لهم انتوا دوركم خلص لغايه هنا وما تجوش ورايا. وفعلا زويل بيتحرك هو كمان ورا الشاحنه لوحده، لكن بول واللي معاه بيستخبوا بالشاحنه ورا يافطه كبيره. وفعلا زويل بيعدي بعربيته هو وباجز ابو روس من غير ما يشوفوهم. وبول بيقول لهم انا محتاج العاب ناريه ضروري جدا عشان اعرف ابعت اشاره للكوكب بتاعي عشان حد يجي ينقذني. فكليف وجرام بيروحوا محل العاب ناريه وبيشتروا الشماريخ اللي بول طلبها، لكن تمنها بيكون اكتر من الفلوس اللي معاهم. فبيسرقوا الشماريخ وبيطلعوا يجروا على الشاحنه. فزويل بتجيله اشاره على اللاسلكي من الرئيسه بتاعته وبتقوله ان فيه بلاغ بسرقه شماريخ في المنطقه
الفلانية، وإن مواصفات الاتنين اللي سرقوا الشماريخ نفس مواصفات الاتنين اللي كانوا مع بول، وإن الناس شافوهم هما بيهربوا بالشاحنة في الطريق العكسي، فبسرعة زويل بيلف بعربيته وبيرجع وراهم، وباجز أبو روز بيكون سامع الإشارة هو كمان وبيتحرك وراهم، حتى هاجارد وأوريلي بيسمعوا الإشارة وبيقرروا يتحركوا وراهم، وبول وهو في طريقه للمكان اللي هيبعت منه الإشارة بيقول لهم في حد عايز أزوره الأول، وبياخدهم لبيت الطفلة اللي اسمها تارا اللي بول هبط بالسفينة بتاعته على الكلب بتاعها في أول الفيلم، وبيروحوا لبيتها فعلا، لكن بتكون عدت سنين كتيرة قوي وتارا بقت عجوزة دلوقتي، وتارا مش بتصدق نفسها إنها شافت بول بعد السنين دي كلها، وبتدخلهم البيت جوه، وبعدين بتقوم عشان تعمل لهم الشاي، وبتفتح غاز البوتاجاز عشان تعمل لهم الشاي، لكن قبل ما تولع النار بتقول لبول إن حياتي اتدمرت بعد ما أنقذتك من السفينة، وإنهم اعتبروني مجنونة وكانوا بيعملوا تجارب على عقلي عشان يطلعوني مجنونة، وإنها بقالها سنين عايشة لوحدها بعيد عن الناس بسببه، لكن فجأة زويل بيخبط على الباب، بس قبل ما يفتحوا لزويل هاجارد وأوريلي بيرموا غازات من الشباك، وزويل بيقول لهاجارد انت ايه اللي جابك ورايا، لكن بول بيفتح الباب وبيمسك راس زويل، وبعدين بيطلعوا يجروا كلهم على الشاحنة، وهاجارد بيحاول يضرب عليهم نار لكن زويل بيعطله هو كمان، وباجز ابو روز بيوصل بالعربية بتاعته هناك، وأوريلي بيجي يضرب عليهم نار لكن بيكون البيت اتملى بغاز البوتاجاز، واول ما أوريلي بيضرب نار البيت بينفجر وأوريلي بيموت، وهما بيتحركوا بالشاحنة بسرعة، لكن هاجارد بيسوق العربية وراهم وبيحاول يقطع عليهم الطريق، والمطاردة بتستمر كتير لغاية ما هاجارد بيقع بعربيته في منطقة واطية تحت الكوبري وعربيته بتنفجر بيه، وبول بيوصل للمكان اللي هيبعت منه الإشارة، وكلهم بيندهشوا من جمال المكان ده، وفعلا بيولعوا في الألعاب النارية وبيبعتوا إشارة للفضاء زي ما بول عايز، وبيقعدوا هناك كلهم يستنوا السفينة الفضائية توصل، وزويل بيوصل بالعربية للمكان اللي هما فيه وبيطلع السلاح بتاعه من شنطة العربية، وتارا بتحس بسفينة بتقرب منهم لكنها بتطلع طيارة مش سفينة فضائية، وبينزل منها رئيس الزويل اللي بتطارد الكائن الفضائي، وبيكون معاها رجالة كتير مسلحين، وبعدين بتقول لبول اخيرا مسكتك، لكن زويل بيجي وبيضرب نار، لكن بنكتشف انه بيضرب نار على الرجاله اللي مع الرئيسه بتاعته لغايه ما بيقتلهم كلهم، فالرئيسه بتاعته بتضرب عليه نار وبتصيبه في دراعه، وبعدين بتقرب من بول عشان تاخده، لكن كليف وجرام بيتصدوا ليها وبيشتبكوا معاها، وكلهم بيبداوا يتخانقوا معاها لغايه ما تارا بتقدر تضربها في وشها، وبول بيروح لزويل بسرعه، وبنكتشف من كلامهم انهم اصحاب اصلا، وزويل هو اللي ساعد بول انه يهرب من المختبر اللي كان فيه، وفي اللحظه دي بيجي باجز ابو روز بيضرب نار على بول، لكن الطلقه بتيجي في جرام، وجرام بيموت من الطلقه وكلهم بيزعلوا عليه جدا، لكن بول بيقرب من جرام عشان يشفيه وهو مش خايف لا يموت بداله، وفعلا بيقدر يعالج التلف اللي في جرام، لكن التلف بيتنقل ليه، وجرام بيصحى من الموت، لكن بول بيفقد الوعي، لكنه بيفوق تاني وكلهم بيفرحوا قوي، وجرام بيشكره انه كان هيضحي بنفسه عشانه، والست دي بتقوم تاني، لكن السفينه الفضائيه بتهبط فوق راسها وبتموتها، وبينزل منها كائنات فضائيه جايين يرجعوا بول، وبياخدوا كلهم صور تذكاريه مع بول قبل ما يمشي، وبول بيودع زويل صاحبه، وبعدين بيودع روزو بيشكرها انها كملت معاه الرحله دي، وبعدين بول بيودع كليف وجرام وبيشكرهم على كل اللي عملوه معاه، وبول بيقول لتارا انا دمرت لك حياتك فيا ريت تيجي معايا عشان اعوضك عن كل حاجه، وتارا بتوافق على الاقتراح بتاعه وبتركب معاه السفينه الفضائيه، وبول بيشاور لاصحابه بيودعهم والسفينه بتطير بيه، وهما بيبصوا عليها لاخر مره وبيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.